القصة اللي هتسمعها اليوم ممكن عقلك ما يتقبلها. بدأت القصة في يوم 2 يناير عام 1935 الساعة 1 الظهر. دخل رجل طويل القامة بيرتدي معطف أنيق لفندق اسمه بريزيدنت، توجه مباشرة لموظف الاستقبال وطلب غرفة ما بتطل على الشارع الرئيسي. سجل اسمه في السجل أرتيمس أوغليتري. موظف الفندق لاحظ حاجة غريبة جدا، الرجل ما كان معه حقائب سفر، تخيلوا ما معه غير فرشة أسنان ومشط في جيبته. أعطاه مفتاح الغرفة رقم 1046. في نفس اليوم صعدت عاملة النظافة وياسمين ماري علشان تنظف الغرفة. لما فتحت الباب لقت الشخص هذا قاعد في الظلام التام والستائر مغلقة بالكامل، والضوء الوحيد اللي في الغرفة كان جاي من مصباح صغير. ماري حست بالخوف، لكن الرجل تكلم معها بلطف، طلب منه باحترام انه تطلع الحين تنظف بعدين. لكن أثناء خروج ماري من الغرفة سمعت هذا الشخص بيقول: أنا مش هدفع ليهم الحين، خلهم يسووا اللي يسووه. كان بيكلم شخص اسمه دون. من هو دون ولمن ما وده يدفع؟ هذا اللي ما كانت بتعرفه ماري. في اليوم الثاني حدثت سلسلة من الأحداث الغريبة. المسؤول عن الهواتف في الفندق لاحظ أن خط غرفة 1046 مرفوع عن السماعة من ساعات. ما راحوا أرسلوا عامل المصعد اسمه راندولف علشان يطلب من الشخص هذا أن يرجع السماعة مكانه. راندولف خبط على الباب، لكن للأسف ما حد رد عليه. خبط على الباب مرة ثانية وهني جاء له صوت من جوي، صوت كان ثقيل وعميق، كان بيقول له: ادخل وشغل النور. راندولف حاول يفتح الباب بس ما عرف، وحاول يفتح الباب بالمفتاح الرئيسي لكن ما عرف، كان الباب قافل من جوا بالمفتاح الأمام. نادى راندولف وقال: سيدي الباب قافل من جوا. جاء رد عليه رد صادم من جوا وقال له: خلاص ارجع انت وانا هرجع السماعه مكانها. بعد بكم ساعه رجعت عامله النظافه ماري هذه مره ثانيه، خبطت على الباب، سمعت صوت مختلف تماما كان بيقول من على الباب. قالت: التنظيف. رد الصوت الغريب هذا وقال: ما احنا محتاجين تنظيف اليوم. عامله النظافه ماري هني انصدمت من الصوت اللي سمعته، لانها كانت متاكده إن مش هذا هو الصوت اللي كان بيكلمه أول مرة. في شخص ثاني في الغرفة. في صباح اليوم اللي بعده صار الخط مرفوع ثاني. راح المسؤول عن التلفونات بنفسه وفتح الباب بقوة، لكن إني الصدمة اللي هزتهم كلهم وهزت أمريكا عام 1935. غرفة كانت عبارة عن مسرح مرعب، الجدران مليانة أحمر، والشخص اللي في الأول اللي اسمه أرتيمس هذا كان مرمي على السرير، إيده مقيدة، وفي جسمه عدد طعنات في صدره وراسه. المحققين وصلوا فورا. الغريب أن الرجل كان واعي وبيتنفس. سأله المحقق وقال له: إيش صار معك؟ تخيل إيش قال لي. نظر أرتيمس للمحقق وقال له: أنا كنت داخل الحمام وطحت وراسي خبط في الدلو. تخيلوا رجل مقيد بالأسلاك على السرير ومطعون عدة طعنات وبيقول إنه طاح في الحمام. بعد ساعات في المستشفى مات الشخص هذا الغامض اللي ما حد عرف النهاية، وخرج سره معاه اللي ما حد بيعرف. بدأت الشرطة في التحقيق وبدأت المفاجآت تبين، والقصة دي تقريبا كانت ترند العصر هذاك. اكتشفت الشرطة في الوقت هذاك إن ما كان في شخص اسمه أرتيمس أوغليتري، الاسم كان وهمي تماما. فين حاجة اختفاء الأدلة؟ اللي سوى الجريمة هذه ما خلى وراه ولا دليل، بل إنه أخذ معه كل ملابس الضحية، حتى المشط وفرشة الأسنان اللي في جيبته أخذها. ما كان في ولا دليل يكشف اللي سوى الجريمة هذه. ثالث حاجة الجنازة الغامضة. نشرت المجلات والصحف صورة للشخص المتوفي في مكان ثاني أو مدينة أخرى أو ولاية أخرى. فجأة صرخت سيدة بتقول: هذا ابني، واسمه الحقيقي أرتيمس روبرت أوغليتري. نفس الاسم تقريبا لكن مع اختلاف التفاصيل، وإنه غادر المنزل من سنة. لكن الغريب هني إن أمه كانت تستقبل من رسائل بخط إيده بعد تاريخ وفاته ب7 أشهر. كيف بيرسل متوفي لأمه الرسائل هاي؟ ما حد كان عارف كيف كانت بتنبعث. وفي النهاية قضية الغرفة 1046 تم إغلاقه ضد مجهول حتى يومنا هذا. حتى في الجنازة الغامضة لما كانوا رايحين يدفنوا جثة الشخص هذا في مقابر الفقراء، تبرع شخص مجهول عبر الهاتف بمبلغ ضخم علشان يدفنوه في مقبرة راقية، وأرسل باقة ورد مكتوب عليه: المحبة إلى الأبد من لوسي. من هو دون اللي كان بيكلف الأول، ومن هي لوسيل اللي أرسلت باقة الورد، ومن هو الشخص اللي كان بيرسل رسائل لأمه بخط إيده؟ هل هذه كانت تصفية حسابات، ولا كان الشخص اللي توفى هذا عارف كل المعلومات أكيد كان عارف كل المعلومات. إيش تعليقكم على القصة هذه وإيش نظريتكم في القصة؟ لو وصلت للدقيقة هذه أكيد أنت شخص متميز فضولي. والله بس.